مروان مروان، أين أمك يا مروان؟ مروان. نعم يا بابا. يا ظهري. نعم يا بابا، كنت أغط في نوم عميق يا بابا. أين أمك يا مروان؟ أين أمك؟ أمي من؟ يا مروان. آه مروان، أمك زينب أين هي؟ مروان لا يعرف. مروان، أثق يا ولدي أثق. تذكرت يا بابا، أمي ذهبت للسوق مع أختي سوسن. آه يعني البيت فارغ، فقط أنا وأنت رجال فقط في البيت. نعم نعم يا بابا، رجال فقط في البيت يا بابا. حسنا يا بني. ماذا سنفعل يا بني الآن؟ سأذهب وأغط في النوم. تعال هنا. بيت فيه رجال فقط، ما سيفعلون؟ ولا أعرف يا بابا ما الذي سأفعله. إنه وقت الأب والابن معا يا ولدي. آه ومنذ متى يا بابا نقضي أنا وأنت وقتا خصوصيا لنا فقط، للرجال فقط؟ الآن يا بني أمك ليست في البيت. ما الذي تريد أن تفعله مع بعضنا؟ أريد أن أغط في النوم. تعال هنا يا ولد، تعال هنا يا ولد. أتحدث بكل جدية، يجب أن نتسامع بعضنا لكي تقوى علاقتنا معا يا بني. يا بوابة، ابتعدت. كلك عرق من الحافلة يا بابا، من الشمس. آسف يا بني، آسف. هيا سأذهب أغير ثيابي وأنت خطط. ماذا سنفعل؟ هذه فكرة رائعة. أتريد أن نخرج معا، أب وابنه معا؟ أمك خرجت مع أختك، يعني يجب أن نخرج معا. وين نخرج معا؟ وين؟ ما الذي سنشتريه يا بابا؟ نشتري؟ ما الذي سنشتريه يا بني؟ سوف نشتري ما لذ وطاب. لكننا رمضان يا بابا وكل المحلات مقفلة. لماذا لا نذهب نتسابق على الدراجات ونلعب بعض الألعاب للكبار والصغار؟ نلعب الأرجوحة، نلعب الترامبولين، أنا لدي طاقة أريد أن أفرغها بشيء ما. هذا هو ابني. وفي الليل ماذا نفعل يا بابا؟ في الليل سوف نذهب ونصلي التراويح وصلاة العشاء والمغرب، ثم آخذك في جولة في المدينة ونأكل ما لذ وطاب. ما لذ وطاب؟ لحية جدي وحلوى التفاح اللذيذة والحلقوم اللذيذ يا بابا. نعم نعم يا بني، هذا اليوم يوم الأب والابن فقط. أتكلم بكل جدية يا بابا؟ نعم نعم نعم. لماذا يا بابا أنت فرح اليوم يا بابا؟ لست من عاداتك. إنها مفاجأة مفاجأة. غدا عيد ميلاد أمك، أنت تتذكر؟ غدا عيد ميلاد ماما. نعم نعم نعم، ويجب أن نجهز لها هدية. سوف نخرج ونلعب ونتنزه ونمرح، ثم نحضر لها هدية. وي، ولماذا لم تشرك معنا سوسن؟ سوف تغار سوسن منا وتنزعج وتبكي كالعادة. لا 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 يا بني، سوف أخبرها بعد أن أشتري هدية وأكلفها بمهام أخرى يا بني. حسن حسن يا بابا. هيا اذهب وغير لبسك يا بابا، وأنا سوف ألبس ملابسي ونذهب ونشتري الذي نريد. مع هؤلاء الأولاد. يا رأس